كامل تحب في صغيرك، وفي لحظة غضب تدمر نفسيته بكلمة. الناس الكل ماشي في بالهم اللي الضرب هو أخطر حاجة، لكن ما تعرفوش إنه الكلام اللي يخرج لحظة الغضب هو أخطر بياسر. والدليل ساعات تسمع صغيرك أو مراهق يقولك محسوب، أنا بدني زنز بالضرب ما عاد ما مقلقني، وفي لحظة الغضب يبدأ خارج منك كمية متاع كلام. اسكت، ما تفهم في حتى شيء، شوف اندادك كيفاش ناجحين وانتي لا. بصراحة ياسر تعبتني. يمكن تقولهم وتنسى، اما صغيرك ما ينساهمش. تعدي نهار نهارين وهو يعاود فيهم بينه وبين روحه، انا غلط ولا انا ما نسوى شيء. فجأة تلقاه ولا يخاف يحكي، يخاف يغلط، ويخاف حتى انه يجي يحضنك. تقول علاش تبدل؟ بالطبيعة باش يتبدل، خاطر الكلمة اللي خرجت منك في لحظة غضب قعدت في قلبه. الصغير ما يفهمش اللي انت معصبة، ما يفهمش الضغط، هو يفهم حاجة واحدة: ماما قالت لي أنا مش باهي، وهكا تبدأ الحكاية بكلمة وتكبر بعقدة وتوصل المراهق ما عادش يحكي معك. وانت وقتها تبدأ تتسائل: يا أخي أنا وين غلطت؟ إيه نعم غلطت وقت اللي خليت الغضب متاعك يتحكم فيك ويحكي في بلاستك. صغيرك مش محتاجك تكون كاملة، أما محتاجك تكون واعية في كلامك، خاطر كلمة واحدة منك تنجم تبني إنسان واثق في روحه ولا تكسره، وتخليه يعيش يشك في روحه حياته كاملة. ورد بالك راهي نفسية صغيرك أمانة مش لعبة.